مساء الخير مشاهدينا الكرام. اليوم سجلنا بعض الأمطار خاصة المناطق الشمالية، بينما سجلنا نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية خاصة الوسطى حيث فاقت نسبتها 80%. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله نفس الوضعية الجوية تقريبا، أجواء متقلبة حيث نرتقي بسماء من مغشاة إلى غائمة على المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية، بينما السماء تكون من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الشمالية الغربية. بالنسبة للمدن الجنوبية تقريبا كلها راح تكون مغشاة بسحب من النوع العالي والمتوسط، أحيانا راح تمدنا بعض القطرات من الأمطار على مدن الجنوب الغربي شمال الصحراء باتجاه منطقة الواحات، بينما صفاء راح يميز كل من الصحراء الوسطى باتجاه صحراء تنزروفت. في الظاهرة إن شاء الله تبقى الأمطار المحلية تميز المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، أيضا تبقى سماء من مشمسة إلى قليلة السحب على المناطق الشمالية الغربية. بالنسبة للمناطق الجنوبية نفس الوضعية تقريبا باستثناء منطقة إليزي، مرتفعات لوغارو التصلي نحو أقصى الجنوب راح تكون مرفوقة ببعض الرعود المنعزلة. عندنا تطاير للرمال بمدن الأطلس الصحراوي وأيضا مدن الجنوب الغربي، هذا راجع إلى رياح معتدلة نسبيا. درجة الحرارة الدنيا اليوم في الليل إن شاء الله وغدوة مع الصباح عندنا 18 درجة بحول الله على المناطق الساحلية، مقاييس ما بين 12 إلى 16 درجة على المدن الداخلية، 12 درجة على المدن الهضاب العليا، 16 درجة بمنطقة الساورة، نفس المقياس بشمال الصحراء وبمرتفعات الهوغار، 18 درجة على منطقة جانيت ترتفع إلى 20 درجة من جهة إليزي وإناميناس، 18 درجة إلى 15 درجة على الخط الرابط ما بين تيندوف تبلبالة وبني عباس. عندنا 22 درجة بعين صالح وتيميمون، نفس المقياس بأدرار وبأقصى الجنوب الجزائري على عين قزام تيمياوين وعين أزاوة، و23 درجة على برج باجي مختار. في ظاهرة إن شاء الله نرتقب إن شاء الله بحول الله 25 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية الوسطى الغربية والشرقية، 24 درجة راح تقيس كل من قسنطينة ميلا وأم البواقي، أيضا على باتنا خنشلة وبركات جلفة مشرية عين صفراء البيض والنعامة، 29 درجة على كل من تلمسان غليزان ومعسكر، أيضا على برج بوعريري جمدية بليدة وتيزي وزو، 30 درجة بمنطقة الساورة، 34 درجة بشمال الصحراء، 30 درجة بمنطقة الواحات ككل من ورقلة بسكرة توغورت والواد، نفس المقياس بمنطقة تمراسات، 32 درجة بجانت ترتفع إلى 36 درجة من جهة برج الحواس إليزي وإناميناس، أيضا نفس المقياس راح يقيس منطقة أدرار، 35 درجة بمنطقة تندوف تنخفض إلى 29 درجة من جهة تبلبالة وبني عباس، 37 درجة على عين صالح وتيميمون، 38 درجة على أقصى الجنوب الجزائري على عين قزام وعين أزاوة، وأعلى مقياس راح يكون على برج باجي مختار 39 درجة تحت الظل. البحر غدا إن شاء الله سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح راح تأتينا وفق تيارات شمالية شرقية على السواحل الغربية والوسطى، بينما تكون وفق تيارات شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعتها تكون معتدلة ما تتعداش 30 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي. الختام كالعاده راح يكون بالمعلومات الفلكيه اللي تخص العاصمه وضواحيها. غدوه ان شاء الله الجمعه 21 اكتوبر 2016 الشروق راح يكون على الساعه 7 تماما، بينما الغروب يكون في حدود الساعه 6:03. لمعلومات اكثر العناوين الالكترونيه اللي ظاهره اسفل الشاشه راهي دائما في الخدمه لمزيد من المعلومات ما يخص الجو وحتى البيئه. امسيه طيبه مع بقيه برامج الشروق.